السجود أو العبادة هو اشتياق الإنسان من زمان إنه يقدمها لله. السجود، بس في ناس كتيرة بتسجد غلط. قال كده الكتاب: أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. لكن السجود الحقيقي يحتاج إنه يكون بالروح والحق، وده اللي قاله السيد المسيح. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. سجود الجسد بيجي بالروح جوه الإنسان، وبالحق في فكره. جوه الإنسان صحيح، فكره صحيح، يسجد صحيح. تعالوا نقدم النهاردة عبادة حقيقية للرب، وسجود حقيقي بالروح وبالحق. نجي لك سيدنا راغبين، ليس في تقليد، وليس في أمور لا نعنيها، وأمور متكررة نصنعها بدون فهم. لا، بنجيلك بقصد، نأتي نسجد أمامك باحترام يليق بقداستك، وروحك يعمل جوانا هذا الأمر في عبادة حقيقية، ويكون الحق منور طريقنا، الحق اللي بيخلينا ما نغلطش في أحبائنا، وما نسئش معاملة الآخرين، ولا نكون بنكره، لأن الحق ما بيحب، والحق كله محبة. وانت يا رب تعلم لنا بالمحبة علشان نسجد صحيح. أنت تطلب منا سجودا حقيقيا، وليس سجودا مظهريا في الجسد. تعال بروحك جوانا، تعال املانا بالروح، وأنر قلوبنا، وأنر عيوننا، وأنر أذهاننا، لكي نقدم لك عبادة حقيقية وسجود حقيقي في اسم الرب يسوع.